السيد الوزير اسمحوا لي ما فهمتش الجواب ديالكم لانكم زربتوا واحد الطريقه. الجرائم الالكترونيه يجب ان نتشدد فيها، اصبحت تهدد ليس فقط حياه الانسان الخاصه، تهدد حتى الديمقراطيه بمفهومها، لان الديمقراطيه تكون على احترام حياه الناس الخاصه. شكرا سيدي الوزير المحترم. كنبغي نقول لكم بزاف الامور. شكرا، تفضلي سيدي النائبه. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير اسمحوا لي ما فهمتش الجواب ديالكم لانكم زربتوا واحد الطريقه. الجرائم الإلكترونية عرفت واحد الارتفاع خطير ومهول جدا، حيث أنه ارتفعت بنسبة 6% سنة 2023 وتسجلت 5969 حالة. الرقم خطير جدا. وهذه الجرائم من ضمنها الاتجار في البشر، الابتزاز، النصب والاحتيال، السرقة الإلكترونية، التحرش الجنسي والليسته طويلة. والخطير في الامر هو انه الاطفال حتى هما ما سلموش من هذه الجرائم الخطيره. صحيح انه القانون اساسي للتقليص والحد من هذه الظاهره، ولكن القانون بوحده ما كافيش، وهنا خاص الحكومه تقوم بالدور ديالها بالتحسيس والمراقبه والتوعيه بخطوره ديال هذه الجرائم. وحنا واعيين بالعمل الجبار اللي كتقوم به المديريه العامه للامن الوطني، مشكورين، وطورات الامكانيات الرقابيه بالاضافه الى الاجهزه الاخرى. وسمحوا لنا السيد الوزير نقترح عليكم بعض الحلول ملموسه لمكافحه والحد من هذه الجرائم الالكترونيه. اولا المطلوب هو تشريعات جنائيه صارمه وتكوين اخصائيين في الموارد البشريه مؤهله للحد من هذه الجرائم. شكرا سيدي النائبه.